صباح الخير والعافية وجمعة مبارك على الجميع. اليوم جمعة يعني يوم التنظيف. بداية عندي هاي الأرالية 4 أغصان أرالية بنفس السندانة. جيت فجأة لقيتها ذبلانة ووضعها كلش تعبان. فحصت التربة لقيت بيها نمل، حطيت لها شوية قرفة وغرقتها بالمي لحد ما طلع المي من جوا السندانة، وأكيد غرق البيت وانترس مي. بس للأسف لقيت واحد من النباتات ميت والثاني كلش وضعه تعبان. وهسه بعد المي والطين اللي ترس البيت صار يحتاج غسله مو بس مسح. غسلت البيت ونظفته وعقمت، وبعد التنظيف والتعقيم مسحته مسحة سريعة حتى لا يظل مبلل وانه يرجع يتوسخ من جديد ونزحلق بيه. بعدها بعد ما خلصت تنظيف رحت للثلاجة فرغتها ونظفتها تنظيفة زينة وعقمتها. وكان بيومها يعني أنا من يعني نهاية الأسبوع يخلص المخضر عندي، فأنظف الثلاجة وأجيب مخضر جديد. وأكيد بعد ما خلصت تنظيف الثلاجة وتنظيف البيت بشكل كامل، وبعد ما عندي شي ثاني أسويه عطرت البيت وبخرته وصارت ريحته مثل الورد. بعد ما خلصت كل شغلي أكيد صار الظهر وأجا وقت الغداء ولازم أبلش أسوي غداء. اليوم عندي بامية، فقلمت البامية ونظفتها وسلقت اللحم يعني مسبقا وسويت البامية وكملتها. ورا الغداء بعد ما صار العصر وتغير الجو وبرد شوية طلعنا أنا وابني الحديقة، طلعنا الحمامات شوية يعني يفترن بالحديقة ياكلن، ابني يلعب بالحديقة نلعب أنا وياه نغير جو. بعدها بعد ما خلصت رجعت للبيت، بديت بتحضيرات العشاء. سويت فينجر وسويت شاورما دجاج، بس هالمرة الشاورما الدجاج شوي على الجريل أو الصاجية. عندي صدر دجاج يعني قطعته من النص، سويت القطع رقيقة حتى تستوي وما تحتاج يعني إنه أسلقه وهيجي. وشويته. بعدها بلشت بالفينجر، سويت الفينجر قطعت الدجاج جبت مخلل لهانا وهاي السوالف اللي تعرفوها. سويت شاورما دجاج يعني صاجيات وفينجر وتعشينا الحمد لله. طبعا أنا من نظفت البيت وكملته طلعت كل الكاربيتات اللي عندي بداخل البيت والدواسات طلعتهم لبرا حتى أغسلهم. طبعا احنا بداخل يعني بالنهار ما كان عندنا مي، المي يجي بالليل بعد 8، فلازم بالليل أطلعهم أغسلهم وأرش الزرع وأغسل الطارمة وكل شيء عندي يعني بداخل البيت يحتاج غسل أطلعه برا أغسله بالليل، لأنه احنا قلت لكم ما عندنا مي بالنهار. فغسلت الدواسات وخلصتها، غسلت الطارمة سقيت الزرع ورشيته وكل شيء سويت، وسقينا السنادين وعندنا حديقة برا باب الشارع طلعنا هم سقيناها. وشكو يعني شكو عندنا شغلة يعني عندنا حمامات لطيناهم مي، كل شي سوينا. شكو عندنا شغل بالمي متعلق بالمي كملناه، لأنه احنا مي بالنهار ماكو عندنا يعني، بس بالليل يجي. قاعدين المنطقة يعني يجي بيها المي بس بالليل يعني، ويجي تقريبا من 8 ل2 هيك يعني. فأخرنا نومتنا خربطنا نومتنا بس على حساب المي، لأن تدرون عندنا غسل ملابس وطارمة وهاي السوالف يعني، فنحتاج المي. والخزانات وحدها ما تكفي يعني يوم كامل ونغسل ملابس وهيجي، لا ما تكفي تخلص الخزانات ببداية اليوم. فمضطرين نأجل نومتنا على مود المي. وآخر شي بنهاية اليوم سويت كنافة وحلينا بيها. وعلينا وعليكم بألف عافية، ونلتقي بفيديو ثاني إن شاء الله.